الله يخليك. بعد التراويح هلت علينا أجمل تفاريح. حبيب قد تجلى فتحلى ثم صلى ثم دنا فتدلى. حبيب قد تجلى فتحلى ثم صلى ثم دنا فتدلى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلاة وطيبا على أهل طيبة ونور المدينة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى تكون بسجلها مدني. واسجلها بجد؟ ها؟ سجلها. لا والله. سجلها والله بس ما لهاش تعرف الشغل بتاعك. هو حد يزعل؟ برنامج يوسف الأحلام للشيخ محمود المصري. وفي ظلال قصة سيدنا يوسف عشنا العظات والعبر والدروس المستفادة لتكون نبراسا يتجدد نوره لشباب الأمة في كل زمان ومكان. مرحبا بكم وكل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة، وربنا يجمعنا وإياكم في رمضان ثم يجمعنا في أعالي الجنان، يعني في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا تتخيلوا مدى السعادة ومدى الفرحة أن ألتقي بكم في هذا الشهر الكريم على هذه القناة المباركة، قناة الناس. تحلو به الآلام بعد الصيام بعد التراويح هلت علينا أجمل تفاريح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. شفنا في الكواليس ما شاء الله لا قوة الا بالله مطرب قنبلة اسمه الشيخ محمود المصري أبو عمار، وهو يصلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة على فكرة يمكن الأستاذ سعيد توفيق كان بيسأل الشيخ محمود المصري بيقول له ده أنت تنفع مغني؟ قال له أنا كنت زمان كده. إيه كنت زمان كده دي؟ أنتوا كده هتفتحوا علينا لا ربنا يبارك لك. ليه ما شاء الله، ليه ما شاء الله؟ ما أحمد القطان وكثير من مشايخنا كان ساعات بيبقى لهم زاوية وبيروحوا في زاوية تانية من فضل الله جل وعلا، ودي نعمة ربنا. أنا بشوف إن الحاجة اللي زي دي بالعكس قد تكون مؤثرة في قلوب الناس لإحساسهم بالبون الشاسع والفارق الكبير بين الواحد لما بيكون مش في حالة التزام معينة إلى أن يصل لحالة التزام بحجم واسم فضيلتك يعني. ربنا يبارك فيك خير. والله دي اول مره طبعا اتكلم في الموضوع دوت في حياتي، ما كانش فيه خالص. احنا سهرة عيد هنفك شويه عشان ما انت طلعت المستخبي يعني. انا فعلا كنت زمان كنت مطرب، وبعدين الحمد لله رب العالمين تركت الفن سنه 91. ما شاء الله. كنت مطرب وكنت ليك اغاني بقى كنت ليه اغاني، كنت اغاني وليه اغاني وكنت بعزف وبلحن يعني كمان. وكان اول شريط ليا، وكنت اذكر ان انا كنت انا ومطرب مشهور جدا جدا من اشهر المطربين في مصر، كنا اصدقاء احنا الاثنين، وكنا زملاء طريق واحد يعني، وكنا احنا الاثنين ماضيين عقد في شركه واحده، وهي كانت اكبر شركه في مصر ساعتها. يعني سبحان الله. وكنت جهزت شريطي وكان 10 اغاني، وكان انت كنت وحش ما شاء الله في الغناء زي المشايخ. كان منهم 8 اغاني كنت انا ملحنهم وكده، وكان اغنيه ثانيه كان في اغنيه مهرجان عالمي كنت داخل فيه يعني وكده، واغنيه ملحنها واحد ثاني يعني. المهم فسبحان الله قبل ما ينزل الشريط ربنا اكرمني بالتوبه واستركت المجال ده خالص وكده، وكنت اتمنى بعدها طبعا ان انا استخدم صوتي في القرآن والإنشاد وكده، لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا اصبت بعدها مباشرة، بس بعد ما تبت وتركت يعني الموضوع خالص. اصبت بعدها مباشرة بورم في الأحبال الصوتية. اتكرر عليه الورم مرة واثنين وثلاثة، وصل لمرحلة ان انا في النهاية ان جاني ارتخاء في عضلات الأحبال الصوتية. عشان اتعالج لازم اقعد ما اتكلمش خالص ولا استخدم صوتي لمدة سنة او سنة ونص،
اعمل علاج في قسم اسمه التخاطب في مستشفيات في يعني. فلقيت الموضوع صعب، هسيب الدعوه عشان لا خليني كده اشتغل بنص حبل عشان اقدر امشي. عموما التتر اللي شفناه دلوقتي ينفع ناخده طبعا ده وهنشتغل معاه. احنا هنشتغل واحبالك بايظه بنص الثمن. طبعا استغفر الله، كان صوت زمان غير كده خالص بره، لكن فعلا هو يعني انا كنت فعلا اتمنى يكون صوتي بنفس حيويه زمان قبل ما يصاب بالورم ده. الورم ده دمر الاحبال. الاخ اللي كان معاك في المجال ده اللي انت تقول ماشيين في نفس ده انا ليا موقف معاه. لو رآك يعرفك دلوقتي؟ هقول لك على موقف واستاذن مشايخي وحبايبي. احنا هنروح للدكتور صفوت دلوقتي عشان في حاجه مهمه جدا جايه. اتفضل. موقف مهم قوي. اصل انا عارف الكلام ده، الشيخ محمود حكى لي الكلام ده. لا عايزين المشاهدين يسمعوا. الموقف ان المطرب دوت هو ده حاليا يعتبر اشهر مطرب في مصر كلها، وكان صديق عمري وكنا مع بعض في الشركه. وبعدين طب ما تقول هو مين وخلاص. بالظبط كده. مش لازم بقى عشان كل الناس بتقعد بتضرب اخماس في لا مش مشكله عشان بس هو يعني. فالمهم فيقدر ربنا سبحانه وتعالى، انا ما شفتوش من سنه 91، وقدر ربنا انا راجع من احدى الدول العربيه من دروس ليا وكده هناك، واتقابل مع الشيخ خالد فين. ده امتى؟ الكلام ده من سنتين بالظبط. اتقابلت معاه على باب الطياره، هو كان واقف على باب الطياره بيتكلم مع المضيف، وانا كنت اخر واحد يطلع الطياره. فاول ما طلعت فوجدته في وشي، قلت فرصه عمري بقى، وانا بالمنظر ده كده طبعا هو ايه المنظر اختلف تماما، مش عارفني يعني. فدخلت عليه قلت له السلام عليكم الاستاذ فلان الفلاني. فبص قال يعني عايز يعني طبعا بص لي باشمئناط، يعني مين ايه الخلقه دي اللي عارفاني يعني فاهم ازاي. فقال لي حضرتك عارفني؟ قلت له هل يخفى القمر، باللفظ كده والله. فطبعا البنت يعني مشيت وكده، وقفت معاه قعدت ادردش معاه بقى كده كلمتين بعيدا بقى عن الاغاني والحلال والحرام، ما كانش فاهم حاجه زي كده خالص. وقلت له على فكره اللي قدامك ده من احب الناس الى قلبك، وانت بتحبني جدا جدا وتعرفني كويس جدا، بس حاول تفتكر. فبص لي كده وتامل كده، قال لي مش واخد باله. هو طبعا لو ذكي كان بص لي العلامه اللي تحت عينيا ديت كان عارفني يعني بالتحديد. فبص لي كده وقال لي مش عارف. قلت له فاكر فلان الفلاني، وكان ليه اسم شهر على فكره غير محمود المصري، مش هقوله برضه المهم يعني. فالمهم في الاخر فقال قلت له انا فلان الفلاني. فوالله الذي لا اله غيره انبهر لدرجه ان هو كاد ان هو انا حسيت هيقع هينزل من الطياره. رحت واخده في حضني وطبطبت عليه وقلت له الكلمه اللي قالها ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه للمطرب اللي اسمه زازان، ما اجمل هذا الصوت لو كان بالقران. والله ما نطقت معاه كلمه شخير. بعد كده رحت سايبه وداخل جوه الطياره، الناس بقى بتسلم عليا وبالاحضان ومش عارف ايه، وعايز يقول في ايه يا جدعان. فهو قال في ايه، ما حدش هو عبره هو يعني فاهم ازاي والله بصدق. وبعدين بعد ما دخلنا راح منادي المضيف، قال له مين ده؟ قال له ده الشيخ محمود المصري. قال له انت عارفه؟ قال له الدنيا كلها عارفاه. فقال له بيعمل ايه يعني؟ قال له بيدي دروس وكده وعلى الفضائيات هو طبعا مش متابع لانه ملوش علاقه، هو راجل فنان فملوش علاقه بالدين. انما انا مثلا ايه غصب عني وانا ماشي في الشارع بلاقي الافيشات بتاعته في الشارع، اغاني والحان والالبومات بتاعته. فالمهم فايه فقال له معروف، قال له معروف جدا والحمد لله. فقال له ليه بتسال ليه؟ قال له ابدا اصله كان صديق عمري زمان قبل ما يعني. فسبحان الله. وقعد فالراجل المضيف جه قال لي ده قال كذا 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 كذا. قلت له سبحان الله قد ايه فطره الناس المسلمين في كل البلاد الاسلاميه، فطرتهم الدين. ممكن يبقى الدكتور صفوت راكب الطياره، الشيخ سالم راكب الطياره، الاستاذ سعيد راكب الطياره، الشيخ خالد عبد الله راكب الطياره، ومعاك اشهر مطرب او اشهر لعيب في البلد كلها، والناس تاخدك بحضنها وتسيب التاني. ليه؟ اصلا هعمل ايه بالمطرب؟ هيغني لي؟ انما الشيخ انا محتاج له يا اما يدعي لي يا اما استفتيه في حاجه معينه او ان اطلب منه نصيحه في مساله، صح ولا لا؟ فسبحان الله الموقف ده ما انساه ابدا. ان فعلا يعني ما حسيتش انك انت عايز تتواصل معاه تاني؟ طبعا حسيت، بس انا ما رضيتش اقول له نمرتك ونمرتي، لا يظن ان انا بقى ايه يعني واخد بالك. الاغرب تبحث عن دنياه. الاغرب من ده كله، ودي النقطه الاخيره اللي اذكرها، ان نفس المطرب ده ربنا جمع بيني وبينه في شركه كاسيت. الشركه دي بتنتج فن وبتنتج دين، عارفها. مش هقول برضه انا فانتج له شرايط اغاني وانتج لي انا شرايط دين. قلت سبحان الله، يعني نكون قبل كده مع بعض. بس انا عايز اقول لك حاجه، ان هو دلوقتي انا عارفه انت حكيت لي طبعا برضه. هو دلوقتي انتج من 3 ل 4 اغاني دين وبدا يركز. نعم ده حقيقي. وانا اتوقع له ان شاء الله يجي تمام، بس انت لو دوست شويه اظن هتوصل ان شاء الله. زياره وكده. نعم ما شاء الله والله في خير والله. تركوا المجال في العمل الفني. طارق فؤاد واحمد الحجار ما شاء الله دخلوا في سكه كده بيقولوا كلام طيب عن النبي وعن الدعوه.